أهلا وسهلا بكم مستمعينا ركاب أتوبيس 6. معاكم حاتم فرحات من محطة أيامنا الحلوة. المحطة دي اللي بتروح بينا وتفكرنا بالزمن الجميل، واللي رحلتنا فيها النهاردة هتكون في مطبخ في بيت مصري قديم. استنوني بعد الفاصل علشان نعيش ونفتكر مع بعض أهالي البيوت دي كانوا بياكلوا إيه وبيطبخوا الأكل ده إزاي. فاصل وارجع لكم، استنوني ما تغيروش المحطة. ورجعنا لكم بعد الفاصل. انتوا لسه بتسمعوا حاتم فرحات من محطة أيامنا الحلوة. نعمر أصلح وابور الجاز، النداء الأشهر على الإطلاق في شوارع وحواري وأزقة مصر زمان لسمكري البوابير، واللي كان بيعتبر فني صيانة بس للبوابير. طيب إيه هو وابور الجاز؟ وابور الجاز كان عبارة عن موقد نحاسي بديل للبوتاجاز والميكروويف والتوستر والدفاية كمان، وليه أكتر من مقاس وأكتر من نوع، منهم اللي بشرايط ومنهم اللي بفونيا، وبيشتغل بالجاز أو الكيروسين. وكل نوع ومقاس منهم ليه استخداماته في عملية طهي الطعام أو تسخين المياه أو حتى كمان التدفئة. ويا سلام على البابور وصوت البابور ودفى البابور في ليالي الشتاء الجميلة بتاعت زمان. طيب تعالوا نشوف الناس الجميلة دي كانوا بياكلوا ايه وبيطبخوا ايه على البوابير دي. الوقت اللي كان فيه الأكل ليه طعم وريحة تانية وقيمة غذائية أعلى من دلوقتي وأفضل بكتير، بعيد عن المصنعات والمعلبات والمواد الحافظة ومكسبات الطعم. هناخد مثلا الفراخ بمناسبة الجدل اللي عليها اليومين دول بسبب الظروف المعيشية اللي احنا فيها. الفراخ زمان يا حضرات كانت ليها أكتر من طريقة بتتعمل بيها، وكانت بتبقى طعمة ولذيذة ومفيدة. كان أهمهم وأشهرهم الفراخ المسلوقة، ويا سلام على الشوربة بتاعتها مع شوية ملوخية مطبوخة بالتقلية، ولا الفراخ المحمرة اللي كانت بتتعمل بالسمنة البلدي وريحتها تجيب آخر الشارع. دلوقتي الفراخ ما بقتش فراخ، بقى اسمها ناجتس وستريبس وفرايد تشيكن، أسامي غريبة ومريبة ومش مريحاني أنا شخصيا. ومن ساعة ما سمعناها وراحت هيبة الفراخ. تعالوا بقى نفتكر مع بعض كم أكلة مصرية كانت زمان في منتهى الجمال وفي كل بيت مصري، بس احنا اللي هجرناها وبعدنا عنها بالرغم من حلاوة طعمها وقيمتها الغذائية العالية أو المفيدة على الأقل. الويكا، وهي البامية المطبوخة باللحمة والكزبرة والثوم وكانت بتتاكل بالرز أو العيش. الخبيزة، وهي كانت نبات أخضر شبه الملوخية وبتتعمل برضو بشوربة الفراخ أو اللحمة، وكانت منتشرة بين سكان صعيد وريف مصر. الفريك، ومين فينا ما بيحبش طاجن الفريك أو الحمام المحشي بالفريك، بس زمان كانوا بياكلوه مطبوخ باللحمة وأحيانا كان بيتاكل بالحليب. المخروطة، ودي كانت بتتعمل من دقيق ومية وملح، بتتعجن وتتنشف في الشمس وبعدين بتتاكل بالحليب أو العسل الأسود، وكان بيتميز بيها سكان وجه بحري. الشلولو، ودي كانت عبارة عن ملوخية ناشفة مطبوخة بالرز والليمون، وكان بيتميز بيها سكان صعيد مصر. كفاية كده وحد يناولني القلة دي أشرب شوية مية لحسن ريقي بيجري على زمان وأكل زمان وحلاوة الأكل بتاع زمان. بمناسبة الكلام ده وقبل نهاية حلقتنا بناشدكم أعزائي المستمعين إن احنا نرجع مع بعض لأكلاتنا المصرية الأصيلة اللي كان ليها مذاق وعبق الأيام الحلوة، وسيبكم من الدليفري والتيك أواي. يا رب يجعل أيامكم كلها حلوة. في نهاية حلقتنا بتمنى أعزائي المستمعين تكون رحلتنا عجبتكم
وفكرتكم ولو بجزء صغير من أيامنا الحلوة. استنوني المحطة اللي جاية. إلى اللقاء.